يعني مثلا غده. الرحم والمبايض والثدي دي اللي ليها علاقه بالهرمونات الانثويه. ليه يا دكتور اشمعنى الهرمونات؟ يعني ليه صبيونه في هرموناتنا؟ يعني حاجه غريبه انها تبقى الهرمونات هي السبب يعني. لا، هي مش بتبقى السبب، لكن هي احنا اللي بنقول ان هو ممكن يكون سبب لما تكون هرمونات خارجيه غير اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. يعني لما يعني معنى كده ان الهرمونات يعني مثلا لو واحده هرموناتها اعلى من حد تاني تبقى هي اكثر عرضه؟ لا، هو ما فيش ولا حاجه هي اسمها عشان هرمونات طبيعيه اعلى مش وهرمونات اقل. ما فيش حاجه اسمها هرمونات اعلى وهرمونات اقل. الفكره انه الهرمونات دي ربنا سبحانه وتعالى خالق ليها حاجات بتنظمها جوه الجسم، بتزود الافراز وتقلله على حسب الحاله بتاعه البني ادم او المريضه، لو هنتكلم على واحده ست. لكن الهرمونات اللي بتتاخد من بره الخارجيه دي اللي ممكن تغير الاداء بتاع